السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع وصفات كوثر نحضر وصفة طاكوس اقتصادي اللي مكانش اللي ما ذاقاش محوش عليها. جربوه ما راحش تندمو، يجي مشخشخ بنين ساهل ماهل ويوجد في وقفة. ننتقل إلى المقادير وطريقة التحضير. نبدأ أولا بتحضير خبز تورتيلا. لتحضير خبز التورتيلا نحط ربع كيسان فرينة مع مغرفة صغيرة ملح، 5 مغارف كبار زيت نباتي مبسس مليح. خليط الفرينة مع الزيت ونلم العجينة بالماء اللي يكون دافي. أنا جاتني حوالي كاس ونص من الماء. نعجنها شوية ونقسمها إلى كريات صغار. بالنسبة لي جاتني 12 كرية. ولهنا نمدلكم نصيحة مهمة جدا: ادهنوا الكريات بالزيت باه ما تشكلناش طبقة الخشينة من الفوق تاع الفرينة وتسهل علينا الخدمة كي نجو نفتحوهم. متنساوش تغطوهم بكيس بلاستيكي كما درت أنا في هذه الخطوة. من بعد نجيب شرائح دجاج ونحط ملح، مغرفة صغيرة كركم، فلفل أسود، فلفل أحمر وزنجبيل. خلطة مليح حتى الدجاج تاعنا يتشرب التتبيلة مليح ونقليهم. وفي نفس المقلة اللي قلينا فيها الدجاج قلي حبة بصل كبيرة كنت قطعتها مكعبات كما راكم تشوفوا حتى يتكرمل ويعطينا اللون شباب هداك اللون الذهبي. وخلط بصل مع الدجاج بعد ما قطعته دي مخصو صغار. نروح للعجينة نفتحها رقيقة كما راكم تشوفوا باستعمال مايزينا ونسي نديرها على الشكل الدائري. وإذا ما خرجتكمش على الشكل الدائري تقدروا تقطعوها بساخسو أو أي شيء آخر يكون دائري. ونحطها طيب، ما خلوهاش تحمر بزاف، غير قد ما تطيب نديرها في طرشونة ونحطها في كيس بلاستيكي. ونكمل بنفس الطريقة كامل حبات التوعي. للصوص تاعنا نحط 2 كيسان ونص حليب، مغرفة كبيرة فرينة، الجبن أكيد كل ما تكثروا الجبن يجي بنين أكثر، رشة ملح ما نكثروش، فلفل أسود. نخلط كل شي بارد في بارد ونديرها فوق النار. وهكذا كانت النتيجة. صدقوني يجي بزاف بنين. وخبز التورتيلا كما راكم تشوفوا يجي أحسن من اللي يتباع من المحلات. من بعد نجي نشكل لي طاكوس تاعنا، ندير الجبن، تقدروا ديروا صوص الجيريان او مايونيز كما تحبوا، لي فريسكو تقليتهم، الحشو تاع الدجاج تاعنا، واخيرا الصوص. ونغلق بهذه الطريقه. انا حمرتهم في شويه زبده، تقدروا تحمروهم ولا ديرهم في بانينوس كما تحبوا. وهكذا كانت النتيجه. بسم الله ما شاء الله. قطعتكم حبه، شوفوا لي كيفاش جا. لهنا كنت ذقت معاكم كيفاش ما ذقش معاكم طبعا. جا بزاف بنين. نتمنى تجربوا الوصفة. لا تنسوا المتابعة للدعم. نلتقي في وصفات أخرى. في أمان الله.